هيدا كان لسان حالي بيني وبين نفسي وبيني وبين ربي، انه ما انا من الناس اللي يعني ما بيعتل، يعني ما بتقلقهم الارض اذا راحت 50 60 100 200 مع وقت ترجع. بيقلقني فكر مثل هيك يسقط. نحن عايزينه نقوى فيه، نحن عايزين نسند عليه، عايزين نلحقه يقودنا لنهار افضل، لمستوى عربي فكري احسن، لوساعة الابداع اللي ممكن نحسها بوجود هيدول الناس وقت كل شيء بهالعالم العربي عم بياخد منحى تجاري. حقيقة نحن ضعاف بغياب هالفكر. حقيقة في كبار، يمكن أكيد في كبار، الدنيا دايما فيها خير ودايما فيها ناس مناح، بس محمود درويش بالذات محمود درويش موتته ضعفتنا كتير. ماجدة، أنت كنت عم بتغني بمهرجانات بيت الدين ليلة السبت 9 أغسطس، يعني ليلة موت محمود درويش. عرفتي أنت وعلى المسرح؟ عبدو وازن بعت لي خبر إنه بكوما. لا ما عرفت، أنا للصبح اللي عرفت، للأحد الصبح اللي عرفت إنه توفى. أنت عرفتي أنت وعلى المسرح إنه هو بالكوما؟ إنه بالكوما، بس ما عرفت إنه. لو عرفتي شو كان صار، يعني شو كنتي قلتي له على المسرح؟ كنت أكيد يعني كنت بعمل، ما بعرف شو كنت أعمل، بس أكيد كنت أعمل تحية. يعني أكيد كنت أعمل تحية. يمكن كنت أنا غنيت على بيانو أو شقفة من بيروت لا، أو شقفة من نشيد السلام. يعني ما كنت تركت الليلة تمرق بدون ما حييه. بس بفتكر إنه معي باقي زماني أنا بالحياة لحييك اليوم باللي بقدر عليه واللي فيه، على القليلة عهده بهاللحظة وعلنا قدام كل وسائل الإعلام إنه يعني الأمانة بين إيدينا، نحن حاسين بوجودها، وإنه على قد ما بتسمح الظروف والأيام والطاقة اللي بين إيدينا نحافظ عليها رح نعمل هيك. يعني بتهيألي مش راح وهو بسلام، عنده قلق. بعتقد هيك. كنتوا تحكوا سياسة؟ لا ابدا. لا. ولا مره يعني حكي معك السياسي؟ ولا مره قال لك مثلا ليش انت عم تحكي خطاب سياسي، او ليش عم بتغني هذه الاغنيات؟ لا، لانه انا ولا مره اعتبرت حالي اني فهماني بالسياسه. انا دائما قلت اني اخر حدا بيفهم فيها انا، اخر حدا بيفهم فيها انا قلت دائما اني انا عايزه اعبر يعني كمواطنه من بلدي شو انا بحس. يعني عايزه اقول خلصونا، يعني خلص، يعني تعبنا. هذا اللي كنت عايزه اقوله. وبعدين كنت من ناحيه تانية بحس انه الناس تعبانين. يعني انا واجباتي تجاه الناس اللي انا منهم واللي بحسهم قديش متألمين، اني قد ما بقدر، قد ما الله بيعطيني قوه، اني اشحنهم معنويات ليقدروا يكفوا الطريق. ولا شو وظيفه الفن بالاخير؟ يعني انا بحب الفن اللي بيسلي، مرات بيجي لما يجي على بالي اتسلى، بس إذا كانت هاي مهمته الوحيدة بالعالم العربي بنكون نحن يعني مستقبل أكيد بخطر. أكيد إنه الفن له مهمة تانية، ومهمته يعبر عن وجع الناس وعن فرح الناس، يتأمل معهم، يحلم معهم، يفكر كبير معهم، يشوف مستقبل أحسن معهم. له مهمة خطيرة. وأنا لما بصلي بقول يا رب ساعدني أعرف أتصرف بالأمان اللي بين إيدي مثل ما تصرفوا هالكبار. يعني في قصيدة معينة حابة إنك كمان تلحنيها وتغنيها كتبها محمود درويش؟ هلا عم تقولي عن أشياء بحب أرجع أشوفهم. يعني رح نسمع ماجدة الرومي بقصائد تانية لمحمود درويش؟ طبعا أنا بكبر بهيدا الشعر. أنا كان شرف لإلي عظيم غني من شعره. أنا كان إلي الشرف العظيم إنه واحدة من أكثر الأغاني اللي بتلاقي صدى بالمسرح لما بغنيها هي بيروت لا وحاصر حصارك. يعني الناس حافظت له هالمستوى من الشعر وبتغنيه كلمة وكلمة. هيدي يعني شيء من الاشياء اللي بعتز فيها بمسيرتي. إذا تسمحي ماجدة الرومي بآخر هذا اللقاء عن محمود درويش إن نسمع مقطع
من حاصر حصارك اللي بنشوف كمان الجمهور إن كان لبناني أو غير لبناني كيف بيتفاعل مع هذه الأغنية. أكيد. وشكرا. ميرسي لك. ذهب الذين تحبهم فإما أن تكون أو لا تكون. رح نسمع، شكرا ست ليلى شهيد، رح نسمع نشيد السلام مقطع صغير ماجد الرومي غنته وللأسف ما قدر سمعها محمود درويش. أحلم بالزنابق البيضاء بغصن زيتون بطائر يعانق الصباح فوق غصن ليمون. أحلم بالزنابق البيضاء بغصن زيتون بطائر يعانق الصباح فوق غصن ليمون. فوق غصن ليمون أريد قلبا طيبا لحشوة بندقية. بعتقد انه اهميه شعر محمود درويش انه من اول يوم عمره ما محل